لم يكن معزولا ولم يكن انطوائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ينادى عليه: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لما تلاقي واحد عيان وتروح تزوره، لما تروح تزور اخوك اللي انت هاجره وزعلان منه، لما تروح تسأل على اختك، لما تسأل على بنتك، لما تسأل على قريبك، لما تزور اخوك في الله ينادى عليك من قبل السماء، يقال لك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكان واحد راح يزور واحد صاحبه في الله، وربنا وقف له ملك على الطريق، قال له: يا هذا انت رايح فين؟ قال له: رايح البلد الفلانية. رايح تتاجر فيها؟ لا، مش رايح اتاجر. رايح تعمل ايه في البلد دي؟ قال له: رايح ازور اخ له في الله. يبقى هنا الملك سأله، بيقولوا: الى اين تذهب؟ رايح فين؟ قال له: رايح البلد الثانية دي. قال له: لماذا؟ قال له: ازور اخا لي في الله، راح اشوف اخويا في الله المسلم الموحد اللي لما يقول لا اله الا الله رايح ازوره لله. يبقى خلي بالك، الناس اللي هي تلاقيه لو عنده ليه مصلحه تلاقيه يجي لك 20 مره، لو في تجاره تبص تلاقيه يجي لك في الليل قبل النهار ويرن عليك 500 مره، لو عايز يناسبك تبص تلاقيه يجي لك ويجيب مش عارف ناس معاه ويزورك. لو انت لك منصب وليك جاه وليك وهو محتاج لك في حاجه تبص تلاقيه يجي لك كل دقيقه والتاني. انما التزاور في الله، الحب في الله، ما اجمله ان تكون حبيبا لاخ لك في الله. الملك كان واقف على الطريق وسأل الراجل المسلم دوه: رايح فين؟ قال له: رايح ازور اخا لي في الله. قال له: هل بينكما امر من امور الدنيا؟ في حاجه من امور الدنيا بينكم؟ في تجاره بينكم؟ في نسب بينكم؟ في صله قرابه بينكم؟ لك مصلحه عنده؟ قال له: ابدا، ده انا راح ازوره لله. فقال له: إني ملك من قبل السماء جئت أبشرك بأن الله يحبك كما أحببت صاحبك. ده أنا ملك وجاء أبشرك، أقول لك ربنا لما يحبك زي ما أنت لما تحب صاحبك. التزاور في الله، عيادة المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم، كان خير معلم سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي. كان راجل داخل الإسلام جديد، واما يصلي مع الصحابة لسه الراجل ما يعرفش الفقه ولا يعرف أصول الصلاة ومش متفقه في الدين. وبعدين واحد من الصحابة واقف في جنبه أثناء ما هم بيصلوا خلف حبيبنا محمد، خلف الحبيب